هذا اقوى ماركتينج شفته بالسلسله لليوم يا جماعه. اللي بده ينجح بده يتعب. قصدك اللي بده رينج روفر بده يتعب. شو رايكم بعصير ابو اهلا وسهلا. بعرف نطلع يا جماعه. ويا اهلا وسهلا يا ساده في اليوم العاشر من تحدي عبور امريكا من نيويورك من هون الى لوس انجلوس بلا اموال، واذا قدرنا نعبرها خلال 50 يوم تستنانا سياره احلامنا اللي هي الرينج روفر من عراب اليوتيوب شاد السايس. هذا هو اليوم العاشر وهذا هو يوم السفر. فيا جهاد وين موجودين الان؟ هذا الصالون اللي كنا ساكنين فيه الفتره الماضيه كامله. خلصنا تحديات الولايه وصار الوقت لحتى نروح على باترسون نيو جيرسي ونشوف التحديات اللي بتستنانا هناك ونشوف شو الوظيفه راح نشتغلها اليوم. وظيفه جدا قويه، وظيفه جدا فخمه، ولكن صار بدنا وسيله نقل لحتى نروح على باترسون نيو جيرسي. والان صار الوقت لحتى تعرفوا كيف نروح على باترسون نيو جيرسي. لف الكاميرا 3 2 1. يا اهلا وسهلا. اهلين يا اهلين. كيف الحال؟ والله الحمد لله. اول شيء خلينا نعطيكم 3 ثواني تذكرتوه. 1 2 3. منتصر شو اللي صار وكيف انت الان متوصلنا على باترسون نيو جيرسي؟ اشتغلوا عند معي الشباب من الديل، كان حاسبهم فلوس نتغدى مع بعض والتوصيله على نيو جيرسي. 100% يا جماعه. منتصر يا جماعه اللي اشتغلنا عنده بالكهرباء تقريبا قبل اسبوع، وكان ضمن الديل انه احنا يحاسبنا على نهايه اليوم، وكان انه الاكل والمواصلات مأمنه، وكمان حكى لنا انه بس تروحوا على باترسون نيو جيرسي هو راح يوصلنا. قديش طريق لهناك لحتى نوصل؟ بدنا تقريبا ساعة بالضبط من هون لهناك فقط لا غير، من ولايه لولايه ساعه، ولكن في بعض الولايات من ولايه لولايه بتاخذ 4-5 ساعات، ولكن نيو جيرسي قريبه جدا على نيويورك ومنهاتن خصوصا. واخيرا يا ساده وصلنا وين يا ايات؟ باترسون نيو جيرسي. وطنا يا الله التعب. وصلنا يا جماعه باترسون نيو جيرسي، والمكان اللي رايحين عليه الان اللي قدامنا صار هذا قصته غريبه عجيبه، وكيف بلش من الصفر لما صار عنده معمل كبير زي هيك. انا ليش بشرح؟ طب هو بيشرح لنا كل شيء، ولكن ايش معنى يا ايات الان؟ معنا $0 امريكي. برافو يا ايات. اللي معنا الان هو $0 امريكي. طيب يا جهاد وين راح ننام اليوم؟ شو راح يصير معك اليوم بالشغل؟ قديش راح تطلع؟ شو هالوظيفه؟ الان راح افهمكم كل شيء. صح يا ايات؟ صح. صحيح. شكرا لك ايات. الحمد لله انا جاوبت هسه. السلام عليكم، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. كيف امورك؟ الله يخليك. كيف الحال؟ والله تمام الحمد لله. هينا شو الحلاوه هاي؟ الله يحفظك. ايش الجمال هاي مش بس بلوزه وطاقيه، هاي يعني كيف بدي اقول لك، فلسطين قد ما توصفها لسه مقصرين معها. يا سلام يا سلام. فلسطين صلي على النبي، فلسطين ضحينا فيها. انا مصاب انتفاضه. سلامات لي اخوه 2 اسرى، احنا 7 اخوه، اخوات 2 زائد ابوي، كلنا مصابين انتفاضه. يا الله. عاشت فلسطين، هاي رقم واحد دائما. فلسطين اسمع، قد ما تقدم لها بدك تضحي، بس في النهايه مقصرين معها. فلسطين ام الدنيا والله والنعم سيدي، والله والنعم، والله والنعم. والله انا اردني فلسطيني، يعني جدودي فلسطينيه، بس انا انولدت في الاردن. كنا واحد. احكي لنا احنا وين الان بالضبط وشو بنعمل؟ في معمل عصير ابو عواد. طبعا عصائر ابو عواد بلشنا فيها في امريكا بال 2007، بس ولكن احنا بلشناها في فلسطين بال 1996. ما شاء الله. يعني العصير جبتوه من فلسطين من البلاد لامريكا هون؟ نعم صحيح. نعم. وانت اول شخص دخل بهاي الصنعه؟ نعم صحيح. فالان راح نشتغل في محل عصائر تمر هندي، مزبوط يا فادي؟ نعم صحيح. تمر هندي يا جماعه. معمل ابو عواد. معمل ابو عواد. عصائر رمضانيه طبعا. بنعمل خروب، عرقسوس، تمر هندي، ليمون، نعمل كركديه، رمان، كل انواع العصير، ولكن الاكثر شيء شغالين عليه اللي هو تمر هندي. جاهز تشتغلي؟ ليش اشتغل يا ايش بسموه بالعراق هذا؟ تمر هندي. الحمد لله يا رب. كلمة متشابهة. الحمد لله يا رب. كلمة متشابهة بينه وبين العراق. خلينا نبلش شغل الان، لانه شايفين فوق اللي معنا $0 امريكي فقط لا غير، وبدنا نعيش ونكمل طريق. خلينا نكمل. يا الله حط اغراضي هون. ما شاء الله يا جماعة، قبل ما نبلش شغل بدي احكي لكم انه هذا الشخص بلش من الصفر لحد ما وصل انه بيصدر التمر الهندي لكل ولايات امريكا. هذا هو المعمل الموجودين فيه الان، راح نشتغل فيه الان ونشوف قديش راح يعطينا راتب اليوم، ونشوف اليوم وين راح ننام وشو راح يصير معنا. كل هالتفاصيل حتكون بهذا الفيديو. يلا ايات عشان ما توسخيش يا ايات. اسمع شيله بالله شيل، لازم تتوسخ عشان نحس انها اشتغلت. قيموا الاوتفيت يا جماعه من 10. يلا ايات سمايل. يلا 20 من 10. وين صرت؟ اوكي. طبعا بدنا نلبي جهاد. لقمة العيش صعبة يا جماعة. وهسه عشان تشوفوا طول الحقيقي. كيف طول الحقيقي؟ شوف يا جماعة، شوف طول الحقيقي. اطول مني. اطول من العالم كله انا. يا اللي بقول لي هسه تحت شو طولك ما طولك، سيبونا من السوالف هاي، خلينا نركز بالسلسلة يا جماعة وسيبونا من الامور الثانية. كان ينظم حفلات ساعتين باليوم ويطلع $12,000 امريكي ماكسيمم، واقل شيء $7,000 امريكي، ولكن عشان هم بيدخلوا المشاريب على الحفلات هذا الشيء ما رضي، وقف البزنس كامل وسكره، والان اتجه للرزق الحلال اللي
هي العصائر، والان انت بتصدر لكل ولايات امريكا. كل امريكا، وفي على كمان على كندا، برازيل، بنما. كندا، برازيل، بنما. نعم. ابو عواد للعصائر بيوصل لكل المناطق هاي. شيل امريكا وامريكا اللاتينيه. I love you man. I love you man. حبيبي. يلا نشتغل الان ونلم فلوس عشان نجيب الرينج روفر. هاي اللي ورانا هي الماكينة اللي بتاخذ العصير من هون ومباشرة بتعبيه بهاي الجناني، والجنانة بتنحط من هون، ووظيفة ايات انها تسكر هاي الجناني. الغطيات صارت هون لايات عشان تعبي فيهم، وهاي لشو؟ عشان ننظف العلب. ننظف العلب بعد ما نجهزهم. اوكي. صارت كيف بتغطي كذا. اوكي زي هيك. عندها شريطه فيها ميه وين تمسح. هاي ما فيها مشريطة. اعطينا شريطه او خلص انقعي هيك زي هيك. ايوه. يا سلام. وبعدين بتحطها بالصندوق عشان يوصل للزبون ايش نظيف. حبيت يا جماعه، حبيت شغل المعامل. هاي اول مره في حياتي اشتغل في معمل زي هيك، كل شيء اول مره في حياتي هون في السلسله هاي. تعبي زي هيك امورك تمام. بدي اسالك يا ابو عواد، هذا الشغل زي هيك قديش تدفع انت للموظفين كمينيمم ويج؟ اذا كان 12 معطيهم 12، 15 معطيهم 15 حسب الواحد خبرته. حسب كل واحد فيه خبرته. فهذا الشغل زي هيك ابو عواد بدفع لهم تقريبا 12 15 كذا حسب الشخص وخبرته، ولكن مو اقل من 12 ولا اكثر من 20 صح؟ نعم صحيح. مو اقل من 12 ولا اكثر من 20 دولار على شغل زي هيك. ما شاء الله ابو عواد، كم عامل عندك اليوم؟ اليوم 8. 8 عمال. بدايه الموسم بتجيب 12. بداية ايش قصدك بداية الموسم؟ اول مثلا الصيف او مثلا رمضان او الاعياد مثلا، لانه هذا العصير باعتبار نكهه رمضان. يا سلام. زي قطايف بس، ولكن هذا الاشي بالصيف بيكون بيزيد. عندي سؤال دائما بسأله للاشخاص الناجحين اللي بقابلهم، سؤال دائما على قناتي، هل انت راح تحقق نفس النجاح اللي انت فيه اليوم بنفس الجهد لو كنت في بلد غير امريكا؟ بكل صراحة. طبعا صحيح. حتحققه. عارف ليش؟ ليش؟ لان انا بدي اروح على بلد واوصل لهدف لازم احقق. بغض النظر انه امريكا وغير امريكا. بغض النظر عن امريكا وغير يعني امريكا. امريكا ما ساعدتك كبلد انه فيها لا الامور ساعدتني. اسهل. عارف ليش؟ بتعرف الحلو في امريكا كل المجالات فيها مفتوحه، بس الدور على مين؟ على الشخص نفسه. اذا انت حطيت راسك بهدف بتوصل. فهمكم شو اللي بصير. هاي الماكينة هون مباشرة بتاخذ العصير من هذا الجلن الكبير وبتعبيه هون بهاي الجناني، بيكبس الكبسة هذيك كل شيء بيشتغل، وبعد هيك مباشرة بتعبوا هذول مباشرة، وبعدين بياخذ الجناني اللي زي هيك ومباشرة بحط مع الطاولة هاي، وهذا العصير اللي بينزل هون مباشرة بتعبى في هذيك وبتعمل له ريسايكلينج، يعني بترجعه صح عشان ما يروح هدر حرام يعني. بعدها مباشرة هالجناني بتوصل لعند ايات، وايات بتسكرهم، وبعد ما تسكرهم مباشرة بتروح بتغرقهم هون وبتنظفهم، وبعد هيك مباشرة بتحطهم على الطاولة هاي، وبعد الطاولة هاي هذا الحكي كله بتصفط على الباكسز اللي زي هيك. هاي باكس ثاني. المشروب هذا يوم بيجي عندك شهر رمضان هذا بصير عليه اقبال يعني كم ضعف؟ اعطيني رقم. اول سنه بلشت ب 1000 قلم. اول سنة يعني كان انتاجي ل 1000 قلم. اوكي. الكيف بتحكي عن ارقام يعني كبيره، يعني بتحكي عن من صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على عليه النبي. الصلاه والسلام. بتحكي عن حركه 100 ل 120 الف في شهر رمضان فقط؟ شهر رمضان فقط. ما شاء الله. 100 ل 120 ألف جالون من هذا إنتاجك في شهر رمضان. نعم. السنة هاي. السنة هاي راح نوصل تقريبا ل 180. فنعبي هاي الباكسز الموجودة هون. تمام. اوكي هيك خلصنا، هذا جاهز مباشرة بنوديه. لا بتحط عندك هيك بتجمع بعدين بالعربية ينزل. اول شيء اوكي بنجمع هون. هذا على الارض. لازم على الارض. لا واحدة بقدرش اجرب؟ هذه اجرب؟ طب الحين قدام جمهور ابو عواد. ابو عواد اسمع انا عشان ارضي غير اكسر ظهري. لا بالعكس. بالعقل؟ بالعكس. اخوان بشيلها ولا لا؟ بتشيلها. في حيل طلع طولي طول السقف. بتشيلها بس بعد التصوير. اسمع في تامين عندك هون صح؟ اكيد طبعا. نازل. اوكي. نازل. شوف يا جماعه، ابو عواد تخوذ علي يا جماعه، تخوذ. والله انك ابو عواد ظلمتني. والله. الله يسامحك. كيلو ولا لا؟ انا قبل سنتين كانوا 5 مقابلين. 5 منافسين. هالكيف باخذوا مني. هسه باخذه منك. يا عمي اخوان اللي بسمع بهاي القصه، ابو عواد سمعت عنه قبل ما اجي هون. ابو عواد صيته موجود بكل انحاء امريكا ما شاء الله عليه. نعم. العصير تبعه بالنسبه إلي يعني زي عصير البلاد حرفيا، فمبسوط وفخور اني بشتغل معه اليوم. كله بيرجع الفضل لله ونعم بالله يا سيدي. العصير والله ثم صنعتك وخبرتك واصرارك ثم العصير. والحمد لله وصلنا، صار عندنا ان شاء الله بعد رمضان حيكون عندي مصنع. ما شاء الله. هذا يا اخوان اخر فيديو تشوفوه بهذا المعمل، وباذن الله راح يكون عنده مصنع باذن الله. طبعا عشان ايش العربية تسوي هيك 1 2 3 بتفتح اجري هيك. انا اسوي؟ ما شاء الله الصبايا هم ما شاء الله صار لهم اسم وصار لهم موقع في الحياة، فلازم يشتغلوا زي زلام. ترفع زي هيك
طبعا شوف العرباية ممكن باصبع تسكيها، ممكن تغلبي. كيف كويس. طلعي بالانس، بدك تعملي بالانس مع العجل مع العرباية، انت تتحكم بالعربية مش العربية تتحكم فيك. صدق انت طلع يا جماعه طلع كيف. امسك كيف احنا وديها على السيارة. على السياره؟ بدي اورجيك كيف تطلع على السيارة. شوف كيف. شوف كيف بنتعب احنا يوم نوديها على السيارة، مش سهلة. اقسم بالله. اكتبوا لي تحت بالكومنتس ابو عواد انت قصه. مش بالساهل بتجيب لك انت عيشك. اوكي مش بالساهل. من على السياره زدتم ذات ولا كيف؟ لا هتفوت انت جوا، اول شيء شو نسوي؟ بعطيك اياهم بدك صفتهم بكسه على فوق بكسه. والله يا جماعه اذا ما بجيب رينج روفر غير انجلط واموت. اطلع لي جاي او على راسك. ايوه هيك تمام. كيف بدك تيجي معي؟ نروح نوزع. نعم. اوكي نشتغل موزعين في امريكا، في نيو جيرسي، محلات العربية في باترسون، في محلات عربيه مع ابو عواد. يا اهلا وسهلا. راح اشيل هذا؟ الحمد لله يا رب والله لا اشيله هسه. والان صار وقت التوزيع، ولكن انا راح اقعد ورا هون عند الصناديق وايات راح تقعد قدام. اكيد مش راح نقعد ايات عند الصناديق. لا ولا تحب تقعد عند الصناديق؟ شنو؟ ولا شيء، انا بحكي انه الجو كثير حلو هسه. يا اهلا وسهلا. احلى عصير تشربوه بالعالم لانه انا قاعد فوقيه. والان بما اني الان قاعد عند الباكسز هاي اللي قدامكم يا جماعه كل وسائل الدعم للاشخاص الموجودين داخل امريكا، من فينمو وكاش اب وزل وباي بال لكل شخص موجود خارج امريكا. دعم السلسله موجود لحد هاي اللحظه، وبنهايه هذا الفيديو راح تشوفوا الدعم قديش صار لهذا اليوم، وراح تشوفوا باذن الله وين راح ننام بهذا اليوم. ولا تنسوا انه بنهايه هاي السلسله راح نحقق حلم واحد منكم شو ما كان داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي. مطلوب منك شغله واحد فقط لا غير، انك تشترك بقناتي وتشترك بقناه ايات الجميلي، وهو اول رابط موجود تحت بالوصف. وباذن الله نهايه هاي السلسله جزء من الارباح راح يروح لكفاله الايتام مباشره. ولا انا ابو عواد وين رايحين؟ رايحين نوزع على المحلات العربية 100%. ما كنت اتوقع يكون عندنا جالية عربية بالشكل هذا، بس انت اكتشفتها بعد ما اشتغلت بالشغله هاي. نعم صحيح. أها. يوم ما بلشت بالشغل هذا اكتشفت انه الناس بحاجة لشغلة زي هاي بالذات في رمضان. شوفوا صفة ابو عواد كيف؟ صف عكس العالم كلهم. والان صار وقت العتاله، والعتاله مين بيعتل؟ الشباب. تعال حكيك. السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ تشرب عصير ابو عواد؟ ايوه تمر هندي. احلى تمر هندي. شو رايك بالعصير؟ بيني وبينك شو رايك فيه؟ تمر هندي بس كويس، انا بالنسبه لي تمر هندي نمبر 1. تمر هندي نمبر 1. ايش السبب بخليك تشتغل مع ابو عواد؟ التزام وعصير وايش؟ 20 سنة من الخدمة والكواليتي والله. 20 سنة 20 سنة. ما شاء الله. ابو عواد هرم من اهرم نيو جيرسي يا جماعه. طب عندي سؤال، افرض انه في اشخاص موجودين حول ولايات امريكا بدهم انهم يوزعوا يصيروا موزعين لك في ولايات ثانيه. وكلاء، عندي وكلاء. عندك وكلاء؟ عندي وكلاء، عندي وكيل في اوهايو، وكيل في ميشيغان، عندي وكيل في تينيسي، عندي وكيل في كاليفورنيا، عندي وكيل شيكاغو. فاتح الباب ولا خلاص فش؟ مفتوح الجميع. طيب شو كيف راح تتواصلوا معك الناس؟ عن طريق التليفون اللي هو 862 262 8625. خلينا نجيب باقي البضاعة. باقي البضاعة؟ نعم. والله جد موضوع نشيل يا جماعة. يا الله. اجوا نيو جيرسي المحطة الثانية، بعرف شو موجود في المغلف، ولكن راح نفتح المغلف ونشوف شو موجود فيه، وان شاء الله يكون تحدي خفيف لحتى نروح على الولاية اللي بعدها اللي ما بعرف شو هي. ابو عواد راح نجيب الرينج روفر ولا لا؟ حتجيب باذن الله. ابو عواد حكى حنجيبه يعني حنجيبه. شو هو؟ تامر هندي ذا بيست ان ذا وورلد. هاي ذا بيست ان ذا وورلد. اوكي. احسن شغلة ربنا وانعمها على البني ادم محبة الناس فيك. السلام. شوف لما تكون انت محبوب وعندك شغلة الناس بتحبها، شغلتك هاي مستحيل تسقط، مستحيل جدا. اجت طلبية. نعم. ما شاء الله. قديش الطلبية يا ابو عواد؟ 35 بكسة. والله انا مرزوقين، والله انا وجهنا عليه خير يا جماعه. 35 بكسه اجت هسه واحنا طالعين معه بالسياره. والله يا ابو عواد ما بتدير بالك علينا باليوميه، والله لا افضحك، والله لا افضحك. اقول لك انا بورجيك، دير بالك بدي اصير اهدد، بدي اخذ رينج اوفر واصير اهدد انا. بين تمر واحد ليمون. يا الله. السلام عليكم شباب. بكل امانه شو رايكم بعصير ابو عواد؟ اهلا وسهلا. بعرف نطلع يا جماعه. شكرا لقينا وظيفه ثانيه في باترسون. من أول متابعينك يا زلمة. كيف حالك؟ والله الحمد لله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. عمرك تخيلت في حياتك انه جهاد يفوت عليك بباكس تمر هندي؟ توقعتك تيجي علينا، راح تيجي اكيد يعني. كيف حالك؟ كيف الحمد امورك؟ لله مشتاق. اخبارك؟ الحمد لله. اليوم انا موظف عند ابو عواد بس عصير. بضل هيك عاملني معامله مش كويسه. شو لا رايك؟ ابو عواد منيح. منيح؟ بس هو هيك شوي يعني عصبي ها؟ عصبي، بس هو منيح. يا شو اسمك؟ سلام. من وين؟ من من
انت رمان منه؟ تبعي من فلسطين. يا هلا رمان. وسهلا. احد متابعين السلسله يا جماعه موجود ورانا. عشان جهاد. الله يخليك. هذا عشان اسمع ايش عشان شو؟ عشان جهاد. عشان يا جماعه، عشان يا جماعه صرت ابيع لك ابو عواد. ها؟ يلا معقول يا جماعه لو يصير موزع على ابو عواد بالولايات معقول اطلع فلوس؟ شو رايكم؟ سمعتكم يصير جيب البوكس الثالث. اجيب الوقت ده؟ يلا طيب ماشي. والشغلات الحلوه كمان لما تدخل جروسري ستور لمكان عربي في باترسون عند الجاليه العربيه بتتفاجئ انه حتى هنا القهوه العربيه موجوده بن العميد والكتابات العربيه موجوده وكل المنتجات العربيه موجوده هون، فهذا الشيء اللي بيميز المحلات العربيه، حتى البضاعه من البلاد العربيه جايبينها هون. اتوقع يا جماعه انه لقينا وظيفه بكره. اوكي هنا صديقنا بتابعني وبيعرفني ومتابع السلسله، فخلينا نشوف شو الوضع هون. شوف ملحمته راح يمكن راح اشتغل هون بكره يمكن. اكيد كنا يا جماعه. عشان الرينج روفر جيب. اوكي اوه اوكي ملحمه كلها طازه طبعا حلال 100%. حلال 100%. وهي لحمه الخروف. يا سلام. بجد الذبح حلال. راح بكره نصير لحامين هون. يا الله كمان محل. شو الفايبس ايات؟ شو الشعور؟ شعور كلش حلو، الكلام الايجابي، الفايبز مال الشغل، شلون الكل يعرفه، شلون يمدح بشغله، هذا الشيء كلش يجنن وشعوري هوايه حلو، حفزني، انطاني كلام ايجابي، احس من داخلي اريد اكسر الدنيا. لازم اسوي لي بزنس. جاهز جهاد؟ جاهز سيدي. انا 3 بوكسات 3 بوكسات. المحل هون. ابو عواد طب انت علامك علي يا زلمه، عذبتني يا عمي، انا اقصي شل امل اليوم يا عمي. اللي بده ينجح بده يتعب، قصدك اللي بده رينج روفر بده يتعب. واللي بده رينج روفر انت لازم على فكره اعطيك طلبيه لا 70 بوكسه تحملهم تترك لحالك. من اترك لحالي يا الله. ايات بدها تجرب الشغل، تفضل. جربي ايات. تقدري اشوف؟ تقدري؟ يا رب. الله يلا يا رب ما تجيب العيد جوا. حطيها عند الثلاجة. ايوه الثلاجة هون. والله ايات والله اشتغلت. الله حيهم ايات. الله حيهم. روح وحدك اخذ الرانج روفر وتعال. شفت النجاح كيف صعب ولا لا؟ متعب. يلا يا ابو عواد نشتغل نخلص شغل يا ابو عواد. يلا يا ابو عواد. من انهي ولايه انت مناضل؟ فيرجينيا. قديش صار لك تاخذ عصير ابو عواد؟ والله صار لي بجوز 4-5 سنين. شو رايك في عصير ابو عواد؟ والله عصير ابو عواد ذا بيست اوف ذا بيست. الله يرزقك يا رب ويعطيك ويرضيك لانك تستاهل وشغلك شغل نظيف. الله عليك يا جماعه، اقسم بالله العظيم هذا اقوى ترويج شفته بحياتي. هسا كل اللي شافوا اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايش رايكم بعصير ابو عواد وانتم لسه ما جربتوه، لانه كل كلام الناس ايجابي. فهذا اقوى ماركتينج شفته بالسلسله لليوم يا جماعه. عصير ابو عواد من قلب نيو جيرسي باترسون. الفلسطيني اللي بيجي من الضفه شايف يوم بيجي على برا بنجح. شايف كل العماير هذول العمانسيت هان 80% من والبزنس اللي بهان 80% فلسطيني. ما شاء الله. عارف ليش؟ لما البني ادم بيطلع من رحم المعاناه يسافر على بلد ثانيه ويكون عنده طموح والبلد هاي مثلا مفتوحه، مجالاتها مفتوحه. بتلاقي الفلسطيني بيشتغل سنه سنتين عند الناس، بعد سنتين تلاقيه فاتح بزنس كبير. لانك انت يوم تكون عندك فكره بس في بلادك صعب انك تسويها. صحيح. لانك انت بلد تحت احتلال. ولقد حان الان موعد الطعام، واللي قدامكم الا وهو نسميه بالاردن مش عارف مصارين. هون المنسف والدجاج والاغراض هاي هون الطبق ايات. شو اسمها ابو عواد اللي معك؟ هذه مصارين بس احنا بناكلها تشرشات. كرشات. يوم تيجي على مطعم فلسطيني فلازم تجرب التشرشات، هذه مصارين، هذه اطيب اكله فلسطينيه فلاحه، مش شرعين تشرشات. زوجتك تعرفها؟ تعرف تطبخها زوجتك؟ بتكرف منها او والله. طبعا الاكل اللي اكلناه قبل شويه هو ضمن ديل اليوم، وقديش اليوم راح ناخذ من وظيفتنا مع ابو عواد الان راح نعرف. ابو عواد قاعد بعمل بالحسابات هناك، والان صار وقت الدفع يا جماعه. اشتغلنا عنده نهار كامل انا وايات، واشتغلنا تقريبا في كل البوزيشنز هون، والان صار وقت الدفع. فخلينا نشوف ابو عواد قديش اليوم راح حاسبنا على الوظيفه. اول شيء اجاركم، ثانك يو. الله يعافيك. ثاني شيء اكراميه مني لكم لانكم ناس يعني ما قصرتوش. الله يخليك. يعني مش عشان التصوير، انا جنتك عندي هاي يعني بتسوى $1,000,000 قسما بالله. الله يخليك حبيبي ابو عواد. وتعبت معي ومجهودك اكثر من هيك. هاي تفضل يا معلم، هاي $500. انا عمري ما اعطيت حدا $500 شغل. $500 هذا مني لك كبير. $500 طعم جاي صراحه. اليوم راح ننام مكان زين. نو واي. تستاهل اكثر من هيك حبيبي. هذول شغلنا مع بغشيش.
اوكي جايز يعني 500 دولار يا جماعة. اكتبوا لنا تحت الكومنتس شو رايكم بابو عواد، اكتبوا لنا يا جماعة، ورقم تلفونه موجود هون يا جماعة. اي واحد موجود حول امريكا بده يصير الوكيل لعصير ابو عواد مباشرة يتصل على الرقم ويتواصل معه. بعطيه من قلن ل 5000 قلن 10000 قلن. واو. بس يحكي لي امتى بده اياهن، بيقدر يجي ياخذهم من هون من اي ولايه ان كان، لانه الشحن غالي عليه. يجي يجيب سيارته ويحملهم ويروح. يحمل يروح هيك احسن له. بعطيه سعر الجمله بظبطها بالسعر عشان هو يستفيد، عشان ما تكون تجي انت يعني زي ما نقول يطلع من المول من غير حمص. صحيح. والان صار وقت النوم وراح ننام الان. وقديش اليوم صار دعمنا من الجمهور هذا الحكي راح نعرفه الان، وابو عواد راح يوصلنا على مكان النوم باذن الله. وشكرا ابو عواد على التوصيله. والان خلينا نشوف ارباح الجمهور. وهذا الموتيل اللي استاجرناه يا ساده من ارباحنا ال 600 دولار قبل كم يوم اللي استاجرنا فيهم موتيل لحتى ما نتاثر بالفلاس الاكبر. وفعلا نفس اليوم صار في افلاس اكبر، ولكن استفدنا انه احنا استاجرنا مكان ننام فيه في باترسون نيو جيرسي. والان خلينا نشوف ارباح الجمهور وهل راح يدفع الافلاس الاكبر ولا لا. والان مباشره خلينا نشوف قديش وصل دعم الجمهور اليوم بعد يوم متعب. احنا اولموست في منتصف الليل يا ساده، فخلينا نشوف الاجواء اللي بتصير هون، هل راح يدفع الافلاس الاكبر ولا لا. زي ما شايفين الان فوق يا جماعه معنا 500 دولار امريكي. هذول ارباحنا من شغل اليوم من ملك عصير التمر الهندي ابو عواد. والان خلينا نشوف قديش ارباحنا من دخل الجمهور. عندنا 81 دولار من فوزي غميد، يا رب كون حكيت اسمه صح. اخوي فوزي شكرا لك من كل قلبي، مكتوب كل الاحترام اخوي من فلسطين، واستمر يا كبير حبيبي يا كبير. وعندنا كمان دعم من اشخاص كثيره الان مبين عندي يا جماعه. وخلينا الان نشوف التوتال قديش طلع بالضبط. بين عندي التوتال الان، مش عارف والله اضحك ولا اصيح ولا شو اعمل، والله ما بعرف. توتال دعم الجمهور مع دخلنا بهذا اليوم مع كل شخص دعمنا من داخل وخارج امريكا. الدعم يا جماعه عباره عن 1167.49 سنت، وهذا الرقم مباشرة بيخلي الإفلاس الأكبر يتفعل. فال500 دولار اللي اليوم ربحناهم يتحولوا للصفر مباشرة. وبكرة لازم نبدأ يوم جديد بدون فلوس نهائيا. وبكرة بإذن الله راح نفتح المغلف ونشوف شو هو تحدي ولاية نيو جيرسي اللي ممنوع نطلع من الولاية إلا لما نحققه. كثير تعبانين، موضوع كثير صعب. هي المحطة الثانية، لسه مطولين كثير لحتى نوصل لوس أنجلوس كاليفورنيا، ولكن الفلاس الأكبر صار وهذا الشيء برجعنا للصفر. ولكن بإذن الله بكرة راح نصحى نشتغل ونلم فلوس، وهاي الفلوس باذن الله راح توصلنا الى لوس انجلوس كاليفورنيا ومن قلب المحطه الثانيه نيو جيرسي. اشترك بالقناه من كل قلبي وفعل زر الجرس، لانه راح نحقق حلم واحد منكم شو ما كان داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي. بس شرط واحد فقط لا غير، اشترك بقناتي واشترك بقناه ايات. اول رابط موجود تحت بالوصف هو قناه ايات. وباذن الله جزء من ارباح السلسله راح يروح لكفاله الايتام بعد انتهائها مباشره. هيك بقدر اقول لكم انتهى الفيديو اليوم. بشوفكم ان شاء الله بكره بوظيفه جديده وتحدي جديد وشغف جديد باذن الله. والآن بقدر أقول لكم من قلب نيو جيرسي تصبحوا على خير. سلام.